وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان. النهارده تاني حلقه من برنامجنا دروس رمضانيه مع الشيخ محمد زكي زهران طبعا. معانا طبعا عشان ما نطولش على الناس يا شيخ محمد، معانا كذا سؤال اسال واحد الناس يعني، بس عايز برضو اجابه صريحه. حاضر. رجل قبل زوجته اثناء نهار رمضان. نعم. عايز اجابه صريحه ومبسطه عشان في ناس كتير بتعاني من طيب، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. رجل قبل زوجته أثناء نهار رمضان صومه صحيح، وامرأة قبلت زوجها أثناء نهار رمضان صومها صحيح، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام بأن النبي كان يباشر صلى الله عليه وسلم، ولكن كان مالك لنفسه عليه الصلاة والسلام. ولكن من باب النصيحة لا تقبل ولا تباشر ولا تفعل شيء ما دمت ان انت، خاصه لو لسه عريس جديد ولا حاجه، عشان الشيطان عشان الشيطان ما يوزكش وتيجي رجلك في اللي هو في المحظور، ويبقى ما يعلم بوعتك الا ربنا. فانا انصح ما ينفعش الا لو راجل مالك لنفسه وراجل عاقل عشان ما يضرش نفسه ان شاء الله. وانما الصوم صحيح ان شاء الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير يا شيخ محمد، وان شاء الله باذن الله انتظرونا برضو في الحلقه الجديده. هنحاول على قدر المستطاع نلم كم هائل من الاسئله، وطبعا معانا الشيخ محمد زهران باذن الله، ربنا يجعله في ميزان حسناته. نسال الله القبول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.